السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصدقائي وصديقاتي المحترمين في المصطبة حكايات. عود على بدء. جريمة النهارده يا جماعة جريمة لا يستطيع أن يعبر عنها لا اللسان ولا البيان ولا البنان ولا الجنان، ومهما أوتيت أنا من سحر الكلام وقوة التصوير على قوة التعبير مش هقدر أعبر. وعلى رأي الشاعر قعد السكوت مذهول، وقف الكلام ساكت. مش هقدر اعبر ولا هوصف بشاعة تلك الجريمة اللي انا اصلا مش مصدقها. في حاجة غلط في الجريمة دي يا جماعة، في حاجة غلط. ام بتذبح طفلها، تسلخه، تقطعه، تطبخه وتاكله. ايه الجبروت ده؟ وقبل ما حد يقول لي في تعليقات يا جماعه ان الام دي مجنونه، هقول لكم لا، الطب الشرعي والتحقيقات معاه اثبتت انها بكامل قواها العقليه. يبقى في ايه يا جماعه؟ يبقى في حاجه غلط. مش ممكن ام تعمل في طفلها كده الا في حالتين اتنين بس: ان الطفل ده ما يكونش طفلها، او ان حد ملفق لها القضيه ديت. هو مين؟ الله اعلم، الله اعلم. واعذروني يا جماعه، اعذروني، مش هقدر اكمل معاكم الحلقه ديت، واللي هيكملها معاكم لان اعصابي مش مستحمله، اللي هيكملها معاكم محامي الطفل المذبوح والمطبوخ، لاني مش هقدر اوصف الجريمه. المهم، في قريه صغيره من قرى محافظة الشرقية وبالتحديد مركز فقوس وبالتحديد قرية أبو شلبي، قامت الأم هناء بذبح ابنها اللي عنده 5 سنين. هنفترض إن ده عادي، وطبعا ده مش عادي بس هنعديها. وبعدين تسلخه، يعني بالفلاحي تشفيه زي الجزار ما بيشفي البهيمة بعد ما يذبحها، يعني بيفصل اللحم عن العظم. ولنفترض مثلا إن ده برضه عادي، هو طبعا مش عادي. تقوم بعد ما تسلخه تقطعه، نقول برضو عادي. لكن بعد كده تحط راسه في حلة وتطبخها على النار وتاكل منها، اهو ده بقى اللي مش عادي. في حاجة غلط يا جماعة، في حاجة غلط. واعذروني يا جماعه، انا مش هقدر اكمل معاكم الحلقه ديت لبشاعه تلك الجريمه اللي بيقشعر لها البدن. وهسيبكم دلوقتي مع المحامي، محامي الطفل الرضيع، تكملوا معاه الحلقه. لكن فضلا وليس امرا، لو عجبتكم الحلقه ديت ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زر القناه وتشتركوا في القناه، وشكرا لكم. اترككم مع محامي الطفل المذبوح المطبوخ. اتفضلوا. فبقول انا فتحت الدولاب، فوجئت ان في جردل وعليه هدوم. فشلت الهدوم من على الجردل، لقيت. قال لها انت عملت ايه؟ قال لها انت عملت ايه في الولد؟ قالت له انا قتل. سلختها. قالت ان انا سلخت راسه عشان اضيع معلمه، ودفنت الجلد بتاع راسه، او عينت الجلد بتاع راسه في البيت في مكان ما. الولد اتشفى من عظمه من لحمه واتطبخ واتاكل منه جزء، وراسه اتسلخت. اتشفى. بيان النائب العام، يمكن قريتوه او ما قريتوش، قال ان ترجيحا ان هي مش مريضه نفسيه. الام استندت على ايه؟ استندت عليه، برافو عليكي. استندت على اقوالها ان هي اقوالها رزينه، تعلم ما تقوله. عملوا لها كذا سؤال وكذا حوار وهي تعلم ما تقول. انما اللي انا كنت خايف منه حاجه واحده بس، هي ازاي قتلته. عايزين نعرف بقى ازاي، يعني ازاي قتلته، ازاي يعني الطفل اللي 5 سنين ذبحته وهو صاحي؟ مش ده سؤال هيدور في كل واحد فيه. اكيد اتعذب، حس بألم. حس بألم. طب عيط، طب بكى، طب بتنظر في عينين طفلها وهي بيموت. للاسف الشديد انا كنت اتمنى ان هو كان نايم، كنت اتمنى ان هو يكون نايم، كنت اتمنى ان هو يكون مخدر، كنت اتمنى. انما من واقع التحقيقات الاوليه ان هذه السيده قامت بضرب نجلها بايد فاس. انا ما اعرفش انتوا تفهموا ايد فاس ولا لا. خشبه كبيره يعني. يا الله، خشبه كبيره على حد قولها. على حد قولها دي اعترافاتها النصيه على حد قولها في التحقيقات الاوليه. تمام. لان لسه التحقيقات ما خلصتش، يمكن احنا لسه جايين من التحقيقات. اكيد. ولما سقط برضك على حد قولها او على حد تعبيرها ان هو كان لسه في الروح، وقامت بذبحه وتقطيعه إربا وتكسير عظامه، وقامت بطهي رأسه وسلخها لتضييع معالمها، انتقاما على حد قولها من الأب، أو إن هي كانت متغاظة
وقامت يعني الابشع من كده ان هي بتقول ان انا سلقت منه وكلت. يعني هي لما ضربته بالفاس كان قصدها ان كان هي تموته دي ايد ولا خشبه؟ لا، كان على حد قولها وعلى حد اللي موجود في التحقيقات ان هي قصدها تقتله. قصدها تقتله، تريحه وتستريح، على حد منطق قولها ان يعني هي عايزه تريح وتستريح. قالتها صريحه يا فندم في التحقيقات، انا حبيت ان انا اقتله عشان اريحه وارتاح. التحقيقات يعني. طيب ايه موضوع الشوربه يا فندم؟ يعني هي تفاصيل صعبه، معلش. انا قلت لك ان هي خدت اجزاء منه وحطتها في ميه وغلتها وطلعت منها بعض الاجزاء وكلتها. اكلتها فعلا يا فندم؟ هي بتقول انا مش عارف، انا مش كنت معاها، بس هي لكن هي اعترفت وهي بتتكلم يا فندم وبتعترف. واضح عليها ان هي اللي انا دي وجهه نظري دي وجهه نظري انا، مش وجهه نظر الطب ووجهه نظر التحقيقات. لسه في تحقيقات ولسه في نيابه عامه بتحقق ولسه في شرطه بتبحث ولسه في قضاء هيقول. من وجهه نظري انا ان هي قواها العقليه سليمه 100%. من وجهه نظري انا موقف الغاره وهي بتتكلم قدام النيابه خالص اطلاقا. انتوا فاهمين وجهه نظري لما انا اقول لكم وجهه نظر شخصي انا. ايوه تمام، لكن دي مش ثباتها قدام النيابه العامه. احنا بنؤكد عن لسان حضرتك ان ما زالت التحقيقات ما انتهتش ومستمره اكتر من 48 ساعه في تحقيقات. نعم. موقف عاوزين نعرف الاب منهار في حاله من الصدمه، مش قادر يصدق. الاب لغايه دلوقتي مش في وعيه. تمام. يعني لسه هو في تحقيقات النيابه، يمكن انا لسه نازل من النيابه لسه ما خلصتش تحقيق. مش ممكن. من الحاجات قطعت جسد والكم انا شخصيا مش متزن. قطعت جسد والكم قطع. والله يقال على حسب التحقيقات يعني 9 قطع يقال. 9 قطع. طب هو قال دي الاوليه. طب عامله ايه معاها قبل في الوقت اللي هم كانوا متجوزين في معاملتهم مع بعض كانت عامله ازاي؟ السؤال ايه تاني؟ بعد اذن حضرتك في امام النيابه العامه وهي بتساله، هو قال معاملته كانت عامله معاها ازاي وهم يعني عايشين مع بعض؟ هو قال يمكن لسه في التحقيقات قال المعامله عاديه جدا لغايه ما هي قررت متزنه جدا ما عانتش باضطرابات نفسيه خلال على كلامه هو قطعا اللي هو عايش معاها قال ما عانتش من اي اضطرابات نفسيه وما فيش خلافات الا لما والدها مات وهي حبت تاخد ميراث من والدها وحبت تروح تعيش فيه. يعني ورثت من والدها كام قيراط فحبت تبني فيهم بيت وتاخد جوزها معاها. ده سبب ان هي سبب الخلاف. ايوه سبب الخلاف ان هي عايزه تنقل في بلد والدها بعد ما والدها مات، فعايزه تاخد ميراثها من اخوها وتبني في بيت، تخلي جوزها يبيع البيت اللي هو فيه بيت ابوه ويروح يبني لها هناك في بيت في ميراثها. فهو يعني يسيب اهله. ايوه. وتروح في المكان اللي اهلها فيه. ويروح في المكان اللي اهلها فيه عشان يبني لها بيت مستقل بيها. وهو رفض. لما رفض لا طب انا هتطلق، وفعلا رفعت عليه خلع وخلعت منه اعتقد من سنه. تمام. على ما اذكر. اخذت الولد من خلال القواضي اللي رفعتها عليه. هي الحضانه بص يا حبيبه بابا، الحضانه ثابته اساسا للام. يعني من غير ما ترفع قضايا الحضانه في القانون بتاعنا احنا ثابته للام. عاوزين نعرف هل كان في الانفصال السنه دي كان بيشوف ابنه؟ هو كان بيروح على حد قوله تحديدا شافه حوالي 3 مرات تقريبا. خلال موضوع الجن يعني هو خلال السنه. انا عايز واحد عشان اسمع. اتفضل. خلال السنه انا هجاوبك تمام اتفضل. هو في خلال السنه ديت بيقول انا شفت 3 مرات وخدته منها مرتين عند البيت وقعد معايا وكان في نفس اليوم على اخر النهار بوديه لها. يعني كانت العلاقه كويسه بينهم واضح يا فندم من الكلام الى حد ما كويسه. ان هو بيروح يشوف ابنه ممكن ياخده ويرجعه لها. نعم. اذا ما فيش هنا خلافات قويه لدرجه ان في يتراكم جواها غل. انا من وجهه نظري مفيش تراكمات تخليها تغل لدرجه ان هي تموت ابنها انتقاما من الاب. لا طبعا. طب بعض الناس قالوا ان هي كانت عايشه في بيت مهجور. السؤال بقى بتاعتها هي بعد اذن حضرتك. اتفضلي حضرتك. انا سؤالين. ايه موضوع الجن اللي بعض الجيران قالوا عنه وان هي كانت دايما تصرخ بسبب انها عاشت لمده 3 سنين جوه بيت مهجور؟ يعني ايه صحه الكلام ده؟ وهل ده ممكن يكون اثر على نفسيتها في انها ترتكب زي الجريمه دي؟ بصي السؤال ده بالذات لا محل له من الاعراب عندي عشان الجن او السحر او ان هي لابسها، ما انا ما اعرفش اجاوب عليه. انما انا بتكلم من واقع التحقيقات، من واقع الاوراق، من واقع الثبات الانفعالي، من واقع ما انا شفت في التحقيقات ان هي مش عندها خلل
انما انا ما اقدرش. واحدة من الشهود العيان وجارة المتهمة قالت امام النيابة العامة موضوع ان هي كانت لابسة هي جن ترجح وكانت عندها حب امتلاك لطفلها، كل دي ما كانتش ممكن بتسيبه يكون ان هو يخرج احتمالات يا في اي فندم؟ مكان لوحدها. هي عندها حب امتلاك ده اكيد. تمام. انما الجن او ان هي ملبوسه او ان هي قاعد في بيت انا ما اقدرش، والشهاده تقول اللي هي عايزاه. مجرد توقعات